يلا صباح الخير، شلونكم؟ راح اسوي اول وجبه لليوم، عباره عن بروتين بانكيك. الوجبه راح تكون تقريبا متكونه من المكونات الرئيسيه اللي انا دائما اكلها الصبح، اللي هي عباره عن 6 بيضه كامله وقطعتين توست. راح نضيف كم شغله حتى شوي نعلي البروتين مالتها، بالاضافه الى ان طعمها يصير طيب. تغيير، لانه احيانا انت تمل انه تاكل بياض بيض بياض بيض بياض بيض بياض بيض، تحس روحك صرت مكينه. فلازم دائما شويه تغير، زين، حتى الطعم يصير اطيب، لا تمل من الدايت، بالاضافه الى ان تضمن انه ما راح تغش او ما راح تخلي لك فد شغله ما تفيدك بالدايت مالتك. دائما تحاول انه تخلي المكونات مال اكلك تكون صحيه، عباره عن بروتين نقي، كارب نقي، زين، ودهون صحيه مفيده. فهاي الوجبه راح نحتاج اول شيء بيض. هذا مثل ما قلت، اذا انت باستراليا موجود بكولز وولورث، زين. بيضه كامله. توست راح ناخذ قطعتين. قرفه. بيكنج باودر. بروتين باودر. سكر او محلي صناعي بدون سعرات، زين، وشويه ملح. بالاضافه يراد لك خلاط وميزان مالك. اول شيء نصفر الميزان، نخلي بياض البيض. طبعا انا يعني صار لي فتره ما منزل، تقريبا اسبوع او اكثر، لان كنت مريض. فاليوم ان شاء الله راح نرجع نتمرن ونرجع نسوي فيديوهات مره ثانيه. نخلي 100 غرام، هاي 100 غرام بيض. هاي الوجبة راح تكون بها تقريبا 50 غرام بروتين، وتقريبا 450 سعرة حرارية. يعني وجبة زينة حتكون. بالإضافة إلى راح نخلي شوية فواكه وياها، ممكن تصير 450، تصير 500 سعرة حرارية. هم يعني لا بأس، معقولة يعني بالنسبة لكمية البروتين الموجودة بها. فأول شيء نسوي نطب البيضة هنا همينة. البيضة كاملة راحت هنا. زين، نخلي بيكنج باودر، حاول لا تكثر. زين، هاي خاشوقة مال شاي، حليت لا أكثر. زين، خلينا البيكنج باودر. قرفة حسب الرغبة، ايش قد ما تريد أنت. طعمها طيب يعني لوسط الدنيا، يعني مو مشكلة. زين، بروتين باودر راح نخلي سكوب واحد اللي هي 30 غرام. اي 30 غرام. واحد، 25، 50، هاي 30 غرام. حليب شوية، لا تخليه هواية حتى لا يصير عندك عسر هضم. كافي. زين، محلي صناعي حتى الطعم يصير طيب، يصير حلو. ونخلي التوست للكارب مالتنا. اني هاي كل قطعتين توست بيها 145 سعرة حرارية، يعني شوي سعراتها ناصية زينة. سعرها غالي بس يعني زين. جيب أول قطعة، خليها. طبعا انت تقدر تستغني عن التوست، تقدر تخلي شوفان، تقدر تخلي موز، تقدر تخلي هاي كورن فليكس، كيفك. بس انا عندي توست، افضل انه استعمل التوست لانه يعطيك نفس النتيجة. زين، بعد شنو؟ شوية ملح وبس. راح اشوفكم شلون راح اطبخها. طبعا يعني اول شيء انت لازم تضبط المواد كلها ويا بعض، فتخلي شو اسمه السكينه مال الخلاط وتخبطها. بس انا ما راح اسوي هذا الشيء لانه صوت عالي، الفيديو راح يصير مزعج. راح اخبطها، اشوفكم النتيجه شلون تصير واشوفكم شلون راح نطبخ. اوكي صديقي، شوف. هسه هذا ورا ما خبطناه،
زين صار حاله حال البروتين باودر. تجيب هاي الطاوله، اذا عندك طاوله مخصصه مال بانكيك، انا هاي مخصصه مال بانكيك، تشوفها شلون مقسمه دوائر صغار وعليها وجوه حلوه. زين تقدر تستعمل هاي. اذا ما عندك تقدر تستخدم اي طاوه عاديه يمك ما يهم. تخلي شويه عليها زيت مال الطبخ وتبدي ترش او تبدي تصب الى ان تترس كل الفراغات. لازم تتاكد انه الطاوله حاميه، الطاوه حاميه قبل ما تبدي تصب عليها لوش، حتى البانكيك مالتك لا يحترق، لا يطول بين ما ينطبخ وبعدين يحترق. هاي اخر واحد. هاي 2 4 6 7 وبعد بيها همين شوية. خليها هنا حتى لا تنقطع شو اسمه. شلون تتأكد انه انطبخت؟ باوع على الوجه راح تبدي تطلع فقاعات صغار، هنا معناها انه اول وجه انطبخ. تقلبها همين ما تطول دقيقة اقل تنطبخ بتشيلها. هسه بدت شوية شوية تطلع. زين طبعا اللي سويته انا خلال هذا تقريبا الاسبوع، انا ما رايح جيم، كنت مريض، ف يعني ما التزمت بدايت. فتحت اكل، اكلت كربوهيدرات، اكلت هوايه اشياء. ما خليت فد شيء بنفسي. ليش؟ لانه انت من تكون مريض من الافضل انه لا تلتزم بالدايت مالتك حتى نفسيتك تتحسن، ومن نفسيتك تتحسن استشفائك راح يكون اسرع. انا هيك اشوف يعني. شوف هسه هاي نقلبها زين والبقيه همينه. هاي همينه هنا شويه هنا شويه هنا شويه. زين هاي همينه انقلبت. هاي انقلبت. هاي همينه. زين وهكذا تقلبهم كلهم بهالطريقه هاي. راح اطبخ البقيه واشوفكم النتيجه النهائيه. اوكي يا ابو شمر، هسه انا كملت طبخ البانكيك كله، شوف شلون صارت. هاي الكميه كلها بالاضافه خليت فيها شويه عنب. شو راح اخلي عليها؟ هنا احنا عندنا باستراليا هذا همينه موجود كولز وولورث، تروح تشتري من عنده شوجر فري ميبل سيرب. هذا محلي ما بي سعرات، فنخلي شويه عليها همينه. يعني هي مثل الشيره مال الكاهي بس ما بيها سعرات بالضبط. كافي. هاي الوجبة النهائية 500 سعرة حرارية، 50 غرام بروتين، يمكن بيها 25 غرام كارب، مو أكثر. أول وجبة اليوم راح آكل هاي، أودي نبتة للرياضة، أروح أتمرن وبعدين نرجع هم نسوي فيديو الآخر. أشوفكم بعدين.